أهلا بمتابعين رونيتا من كل مكان، أتمنى تكونوا بخير وبأحسن حال. النهاردة بنتكلم عن موضوع بيتضمن بعض النقاط المهمة واللي هنفسرها بالتفصيل. بنتكلم عن الهكسوس. تعالوا نعرف أكتر عن الهكسوس ونعرف مين هم الهكسوس وكانوا من أصل ايه وايه تسميتهم وازاي دخل الهكسوس مصر أصلا، ونعرف ايه المدة اللي حكمها الهكسوس. وفي النهاية لازم نكون عارفين دور الأبطال المصرية في طرد الهكسوس من مصر، وكمان ما ننساش دور المرأة المصرية في حروب التحرير ضد الهكسوس. في البداية كده، مين هم الهكسوس دول؟ هم قوم أتوا من جهة الشرق من أواسط آسيا، وهم لا ينتمون لشعب واحد بل هم قبائل متفرقة بيجمعهم هدف واحد، وهم إن هم يستولوا على الأرض لضمان حياتهم. ايه أصل تسمية الهكسوس بكلمة الهكسوس؟ ذكر مانيتون ان كلمة هكسوس مكونة من مقطعين. المقطع الاول كلمة هيك وتعني في اللغة المقدسة ملك، وكلمة سوس وتعني في اللغة العامية راعي. فكلمة الهكسوس تعني الملوك الرعاة. ما هي عاصمة الهكسوس في مصر؟ لما دخل الهكسوس مصر استقروا في الوجه البحري في الدلتا، واتخذوا من مدينة أواريس عاصمة ليهم. تعالوا بقى نعرف ازاي الهكسوس دخلوا مصر. في رأيين في الموضوع ده. الرأي الأول واللي بيقول إن دخول الهكسوس مصر كان نتيجة غزو مسلح، وإن هما وجدوا مقاومة عنيفة من أهل الدلتا. والرأي التاني في الموضوع ده بيتكلم وبيقول عن دخول الهكسوس مصر لم يكن غزو مسلح، وإنما كان تسلل من العناصر الآسيوية اللي استقرت في المنطقة الأقرب لموطنها الأصلي في شرق الدلتا. طيب، كيف أو كم استغرق حكم الهكسوس في مصر؟ بتشير الدلائل والاستنتاجات التاريخية لأن الهكسوس كان ذو قوة سياسية وحكموا في مصر لمدة قرن ونصف قرن من الزمان تقريبا. تعالوا بقى نعرف ازاي خرج الهكسوس من مصر. بدأت حرب التحرير تحت قيادة حكام طيبة اللي أحسوا بقوتهم وبقوة من معهم من أفراد الشعب، واستجمعوا تلك القوة للقضاء على الهكسوس. وعرفنا من أحد البرديات إن الشرارة اللي أشعلت حرب التحرير هي رسالة استفزازية من ملك الهكسوس إلى ملك طيبة الملك سكنون رع. بيخبروا فيها بيقوله إن أصوات فرس النهر في طيبة بتقلق منامه، وبيطلب منه إن هو يسكت أصوات فرس النهر. طبعا دي رسالة استفزازية بيستفز بيها الملك سكن رع علشان تقوم الحرب ما بينهم أو المعركة ما بينهم، وإن هو كان عايز يتخلص من سكن رع ويسيطر على مصر أكتر. إزاي طول المسافة ديت وأصوات فرس النهر هيوصله، وأصوات فرس النهر في جنوب مصر أصلا في طيبة. وبدأت بقى حرب التحرير اللي مات فيها سكن رع بجراحه في الجمجمة. اتجرح في الجمجمة، وده بيتضح من الموميا بتاعته. واستكمل الحرب ابنه كاموس اللي عمل على طرد الغزاة، وبالفعل اتجه لعاصمتهم. وبتشير الدلالة انه ألحق الهزائم بالهكسوس، لكنه مات قبل أن يتم النصر النهائي. واستكمل من بعده أخوه أحمس اللي تمكن من ان هو يطرد الهكسوس نهائي من جميع أنحاء مصر، وأصبح أحمس في الوقت ده هو طارد الهكسوس من مصر. مش هننسى دور المرأة المصرية في حروب التحرير ضد الهكسوس، وهنا نقصد ان احنا بنتكلم عن الملكة إياه حتب، زوجة الملك سكننرع وأم كاموس وأحمس، واللي لعبت دور مهم في الكفاح لتحرير البلاد أيام زوجها وأولادها. وهنا بنقول إن وراء كل رجل عظيم امرأة عظيمة. بس كده بنكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا. انتظروني الفيديو الجاي إن شاء الله بموضوع جديد. سلام.